ليش هيك وشك اصفر؟ شو في؟ ضاع محبسي بقلب الفيديو. مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. كيف رمضان معكن؟ لأنه نحن ما بعرف شو بدي أحكي لكم عن امبارح، شو اللي صار معنا امبارح يا جماعة. باختصار أحكي لكم شو اللي عملته رائدة فينا. كنا على أساس امبارح رح نعير الموبايل ونقوم لحتى نتسحر كلاتنا مع بعضنا أو لحتى نشرب مي على الأقل. شو عملت رائدة؟ رائدة لا فيقتنا ولا سحرتنا ولا شربتنا مي، وشو ما قلت لكم هلا بعد ما أنا قلت لكم هذا الحكي لا تصدقوه بالمرة. لا تقولي شيء ولا تقعدي تكذبي عليه، لأنه الكذب برمضان حرام. اوكي، مين امبارح اللي ما عير الموبايل مشان فيه؟ انا لا عيرت الموبايل مشان في نشرب مي، بس انت ما رضيت تفيق. قلت لي خلص مو عطشان. لا انا ما بتذكر هالحكي، انا ما رن شيء قدامي. صح. ليه؟ انتوا على فكره انتوا عم تشتركوا مع بعض بالجريمه. اسمعوا يا جماعه، نحن عم نفطر متاخرين بعد الافطار بشي ساعه، بناكل تمر وهيك، واصلا ما بكون بصراحه ما بكون مخلصه الفطور. حكينا لدادي انا لما وانا اشتغل وانا طعمت دادي بيضة. ما بعرف كلام فالمهم عم نتاخر لحتى نفطر. تخيلوا نفطر الساعه 8، بيأذن الساعه 8، نحن 8:30 ممكن تكون محطوطه السفره. طيب لهيك نضل ناكل حلو ونشرب شاي ومدري شو. ما بيمنع انه نحن نتسحر قبل الاذان شوي، هيك لازم. ما يعني تخيل شو بسحر الجبنه كله بيعطش والله. مليون عنكبوت هنيك. هات لنا فرجيه. شوفوا العنكبوت ما مبين هيك ان يخبى. مبين ليكم يا بابا، ليكم مبين. شفتي وينه؟ عيب سوي. تعال هون، تعال فرجيهم هذا الشباك اللي منظفته وماسحته. يا جماعه تقولي جكاره فيني، قلت لهم اليوم نمسح شباك وبكره شباك، لا ما صايمين. راح اورجوكم الشباك الموسخ. انت قولي لهم ليش نحن عم نمسح هذا الشباك على طول بنمسحه. يا جماعه نحن هون مثل ما يكون شايفين في عنا مثل طبيعه برا، في خضار وشجر هيك، فبيجي عناكب بتقعد هون بتتخبى جنب الشباك، ما بعرف شو بيعجبهم. هذا مسحنا نظيف، هذاك لسه مو ممسوح نظيف. بس بدي احكي لكم شو عمل اليوم العنكبوت. سامر بعد ما نظفنا شلنا شي 4 عناكب، بعدين فضينا المكنسه حطيناها بالكيس وربطناه. قلت له سامر كبيت الكيس متاكد لا يكون طلع من الكيس؟ قال لا، فكيت لهم الكيس تحت بالبنايه وتركتهم يطلعوا. لانه حرام. لحظة يا جماعة، اللي صار انه بعد ما شلنا العناكب نحن من الشباك اليوم، بصراحة وجعني قلبي عليهم لما كبيتهم كيس الزبالة ونزلت الكيس لحتى هو تحت. والله العظيم يعني لو انه يعني ماتوا العناكب الواحد بيقول خلص، يعني ضلوا عم يتحركوا بقلب مكنسة، كبيناهم بالكيس وكبينا الكيس تحت بعد ما ربطناه. والله وانا عم بجلي عم فكر، عم اقول يا معقول العناكب هلا يختنقوا بقلب الكيس، والله حرام. فانا شو عملت بعد، والله العظيم بعد ما كبيت الكيس سحبت لحالي لانه حرام، يعني ضلوا عايشين شفتوا عم يتحركوا. انا طلعتهم العنكبوت بالشارع حتى يمشوا. برافو بابا، شفتي لانه حرام مو هيك؟ ايه بعدين شو عمل؟ انا اللي طلعته، ما عم خلوني احكي لكم. بعدين شو عمل؟ راح فتح، قلت له هيك طلع كانه هذا ابوه عم يدور على قصه. شاف العنكبوت وقال هذا ابوه. عملت سيناريو درامي خطير جدا. طبعا اللي صار انا طلعتهم حطيتهم بالشارع يمشوا لحالهم. ان يطلع. المهم اليوم شو بدنا ناكل على الفطور، بما انه انت ما سحرتينا امبارح. هذا شو؟ لا فضحني. هلا يروح على السوبر ماركت يقول لهم مرتي امبارح ما سحرتنا. المهم اليوم بدنا نروح على السوبر ماركت نجيب اغراض المقلوبه. مقلوبه والله اكله كثير طيبه. بس لازم سلطه معها، ما تقلي. شو بدنا نحط بقلبها؟ بدنا نحط بقلبها بطاطا، باذنجان، بندوره وبدك لحمه ولا معقول عم نتناقش هلا؟ لا بدنا نعرف شو بدنا نجيب اغراض من السوبر ماركت. انا بحبها لحمه ناعمه، ما بعرف. طيب يلا امشي نروح على السوبر ماركت وبعدين نتفق شو بدنا نعمل. يلا امشي نروح. ماما عم تجيب الشواكيت من جوا، شو رايك نعمل فيها اليوم برانك؟ بدك نعمل فيها مقلب؟ شو رايك؟ هلا انت ما بتخافي لما نعمل المقلب، اوكي؟ انت سترونج، اوكي؟ دادي عم ياكل نحله. بس تعال صور لهم سامر شو فيها، شو قصده ليك انه حلوين ومليان عم ياكل منه. شوفوا يا جماعة ما شاء الله مزهرة هي الشجرة هلا بالربيع، ريحتها بتاخذ العقل وفي نحلة عليها عم يعمل عسل. شو تعمل النحلة؟ يعمل عسل. شوفي هي لون الأصفر. كنت عم خبركم، عم قلكم شوفوا هلا بالربيع بتتعبى أشجار وألوان، فشوفوا هون صار لون زهر، من شوي ورجيناكم أبيض، وهنيك لون شو هداك اللون أورانج؟ هداك اوه ليك شو حلو لونها. وهون أصفر. شوفي هي أصفر محلاها. شوفي لاقي هالاختراع ما احلى، كل واحد بحط اغراضه هون
ومثلا بيقفل بحط رقم سري الله. بيقفلك وبتضل مقفوله خلاص بقى لما يطلع من السوبر ماركت بينسى جزدانه وما بيحاسب. بيحاسب. احلى شيء هون اكياس الورق، اول شيء هي صديقه للبيئه، ثاني شيء خفيفه ما بتحمل وزن جامد كثير. يا سلام شوف البندوره مع البندوره طبعا مجهز لي اياها سامر بدون تصوير، قال لي دغري شيلي اياها. شوفوا هي تنقايته. طبعا هون في شيء بتعملوه بايدكم، اجينا هون لحتى نزين البندوره، نفوت على الخضار، بندور على البندوره، نوع البندوره اللي اخذناها يطلع السعر. غليانه البندوره. غليانه البندوره. اهم شيء عند سامر تنقايه الباذنجان، لانه انت ما بتعرفي تنقيهم عم يلمعوا هيك. واو ما كنا نعمل معه لا حاجه. لا ليك تعرفي كيف هدول مزروعين. هلا دائما نتخانق على لا لا الباذنجان. انا جبتهم احلى شيء. شوف الله. قد ايه يطلعوا هدول؟ 4 كيلو؟ لا كيلو. فيني اركض؟ ايه روحي اركضي. اجينا يا جماعة انا والينا نتمشى هون، شوفوا هالمناظر ما احلاها. شايف هذا بيت العصفور. احذروا سامر وين راح يجيب لنا عصير فينتو، لانه اكيد ما راح نلاقي بالسوبر ماركت. واو وين جاي بتخفق بجاكيتك؟ وين والله ما الفينتو؟ في عنده. طيب خلص بكره باخذك بالسياره بنروح ساعتين مشوار على انا مدينه بدي المانيه. اروح، ايه بدي اروح اتسوق من هونيك كلهم محلات خلص عربية. مدينه بالمانيا يا جماعه في محلات عربيه كثير، هون ما في. طب شو بدي اعمل انا؟ خلص بنروح بنجيب فيمتو، ايه. بنجيب معمول، الله. نابلسيه، يا حلويات سلام. القشطه هي هيك اللي لا لا ما تحكي، خلص خلص ستوب، خلص ستوب. عندي. انت شو عم ترسمي؟ انت شو عم ترسمي؟ يا روحي انا هذا الفيل هاد. انا حاطه بالكتاب انا من حاطه. برافو. عم فكر اعمل كاسة رز ايه مشان اليوم ناكل كاسة. اليوم ناكل كاسه وبكره ناكل كاسه. اول مره بشوف واحد بيحسبها بهالطريقه لا هي. لا قصدي انا بالعادة بطبخ كوب واحد. طيب. خليني اعمل كوبين 2 مشان الطبخة بتكفيني اليوم قصدك انه وبكره. مشان بكره ما تطبخي مره مشان بكره ثانيه. ما اطبخ عادي، خليني ارتاح. يعني اليوم وبكره مقلوبه. هي هلا ليك يا غسلت والله البيت مقلوبه. انا الجانا. على فكره بس لك شغله هلا، انا بس لانه برمضان عم قلبي نعلق لك على الموضوع. هالمكسرات وبحط هالسمنة هي الحيواني هي فوقها تطلع شغلة. يا سلام. يلا يلا وبقلي لك بريك جبنة. لا انت اجيت تراقبني مشان تتأكد. تحطي خلص عم هي اقول لك كاسه وهي كاسه ثانيه مثل ما قلتي. ليش هيك نقصتيها الكاسه؟ نقصتيها. لا 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 بعدين شو الواحد ياكل بس رز؟ خلص هلا بعمل لك سلطة وجنبها خلاص ما تكفي اليوم وبكره. لا لا بتكفي ما تاكل هم فضحتنا. باذنجان لو تشيلي لي ليكي، لو تشيلي لي شي صحن بس باذنجان لحاله هذا هيك ارق شو بعد الفطور، شو رايك؟ ارق شو بعد الفطور؟ يا محمد شو بحبها لا هي لهيك. المقلوبة بتكون طيبة بمليانة باذنجان. يعني لازم كلهم تحطيهم. ايه انا بحب خلي فيها خط مثل قلم اسود، يعني بقلمها وبعدين بقطعها. هلا هي عملتها دوائر مشان احطها بارض الصينيه، وهي رح اعملها طوال مشان صفها على جوانب. انا اللي بيهمني يعني انه تخلصي بسرعه مشان هذا اللي بيهمني. يعني على وقت الفطور، لانه ما عاد فيني اتحمل بالمره. بسرعه بسرعه. جبناها هدول، جبناها بالاكسل، وهدول جبناها بالاكسل. يا هدول بيبا ورفقاتها. ايه واو هذه نايس. كتير عسية. هذا يا أشر هي من أساسي هي جوا. شو هذا الجورة؟ شو هي الجورة؟ هي مشان تحطي فيها الالوان. إيه هذا اللي شو هي هي جورة؟ مشان تحطي القلم فيها. هذا ما تتشك بالعين. يا مشان ما يشك بعينك القلم. برافو. شوفي بدك حط غير البندوره، ما معقول بحسها سلطه هي المقلوبه، بده هلا بطاطا هي وبندوره. لا ليش شغله، هي المقلوبه هي فلكسبل، يعني هي بتجي انه الواحد بيقدر يحط فيها اللي بيحبه. ايه بس هلا نحن شو بنحط بالعاده؟ انا نحن بحط بندوره وباذنجان. اليوم ايه. اللي بدي بطاطا اليوم كمان. قلت لها حطي بس بطاطا مقليه بتطلع طيبه كمان لانك يعني. جوعان، لانك صايم. هلا ما بعرف انا، المهم انه جاي على بالي. بس يا جماعه انتم خبرونا شو بتحطوا بقلب المقلوبه، لانه هي عن جد محيره. هلا انا بعرف في عالم سمعت شو بيحطوا، قلتي لي بصل انا كثير وفي عالم بيحطوا زهره فيها كمان. تخيلي لا. والله العظيم بيقلوا زهره ويحطوا بقلبها. ففي عالم تحط زهره، في عالم تحط بصل، في يعني اي انواع خضره انا رح بتحبيها احط انت فيك تحطي. بندوره وراح لا الله يوفقك ديري بالك. يلا تعال نطبقها لانه يلا تعالوا ما نطبقها. ضل غير جعنا.
بطبق المقلوبة تبعي سامر، انت بتعرفها لك هي الطريقة؟ مقلوبتك الخاصة هي، خاصة، ما حدا ما حدا غيرك بيعرف. بالدنيا بيعملها. انا بس الوحيدة اللي بتعرف تطبخ مقلوب. طيب هذه شو هلا كسرنا الدنيا. يلا كسرنا بقى. مطبخها اولا. هلا اول شيء بحط البندوره بارضيه انت هون بعد ما تبلتي الطنجره. الرز طبعا. طبعا ما استعملت اي نوع زيت او سمنه، لانه شو هلا في طشه اللحمه فيها سمنه وكمان المكسرات. والمقالي فيها كثير زيت لانه بالضبط. خلص يعني أكتر الباذنجان شي فيه هي كثير زيت المقالي، صح. فهلا يطلع زيت كثير منه. طيب هلا رح تحطي البندوره بالاول. طب ليش البندوره بالاول مثلا مو البطاطا او الباذنجان؟ يعني ليش؟ رح لنا وجهه نظرك. طب خلينا وجهة نفهم نظري يعني ليش مثلا مشان- ما حطيتي اول شيء الباذنجان؟ يعني اذا صار اول شيء مشان تنطبخ لانه هي مانا مقليه. اوكي. ثاني شيء مشان اذا صار في لدعه بسيطه او حرق صغير تمام. يعني بسفل الطنجره فحتكون الضحيه هي البندوره. اوكي، فمشان تنشف لها شوي كمان. فمشان ايه، وكمان مشان تعطي رطوبه للرز تطلع طعمتها يا بتجنن. سلام يا سلام، ما في غير عم نشتهي نحن بقى. يا رب يا رب يقدر يا بقى وناكل. يعني هلا كوني هدول الباذنجانات بدي اعملهم على الاطراف كل شوي بيرجعوا انت يوقعوا، ليش عم توقفيهم يعني بهي الطريقه؟ مشان يطلعوا على الطوارف مثل يعني يمسكوها ويعملوها قالب كيك، عرفتها؟ مشان لما نطبها هلا. مشان نطبق ايه، بس هلا كوني كل شوي يميلوا، ما بعرف شو طيب، شو الطريقة الحل؟ شو الحل. جاهزة نعمل ماما يلا. يلا رائد الليكي رح يقدم. ها باقي شي نص ساعة تقريبا. ايه يلا. بتعرفي كأني أنا دايخ، ما حاسس حالي كثير تعبان. ما عليه من الصيام بيكون. يمكن لأنه ما تسحرنا امبارح. بتعرفي يعني ما تسحرت وما شربت مي. عشركي هلا صار لي كم ساعة ماني شربان. صحنا ايه سامر، صار عندي وقلت لي ما تسحرنا، هاي أول مرة خلص. بس لا عن جد أنا تعبان، ما عاد فيني. أوف، شو؟ ما عاد فيني، ما عم بقدر أوقف. كثير دخت بتعرفي، ما عاد فيني. لسه بقي طول بالك نص ساعة. تعال حط السفرة يلا، هذا قوموا خلينا يلا ننام. تعال سامر. شوفي ما بعرف. ليش هيك وشك اصفر؟ شوفي قلي. ما بعرف. يا ماما شوي يا ماما، بعدي عنه بعدي عنه. قوم ماني قدران. قوم اقعد بس رجع بالك. ماني قدران. تركين لك ايه خلاص قوم رح اجيب لك مي. ايه طول بالك بس استنى بس شوي. ماني قدران. لك قوم ما عليه دايخ. هاتي ماني قدران. ما فيني. بدك تكفي الصيام؟ قوم سامر أخوفك لا تخوفني. طب خلص بلا ما تشرب مي. تعال قوم وقف قوم. ماني قدران. لك ايه شو ماني قدران؟ شو اعمل يا الله؟ طب تعال بدك تشرب مي. خد اشرب تحت. الا مصرة شربيني. ما بدي اشرب مي، ضروري تفطريني يعني. اعمل لك ما بدي اشرب مي. شفتي من الرازة، شفتي الا بدي اشربني مي، كل شوي بدي اشرب مي. يعني لك باقي نص ساعة لك شربيني مي نص ساعة. ليش تعمل فيني؟ عملنا فيكي برانك انا والين، عملنا فيكي مقلب مو ايه. البنت وابوها واو، انا عم اقول هي البنت ليش زبط المقلب. لا تقولي ما صدقتي. صدقتي ولا لا؟ انا مالي حيل. اسمعي ماما انا مالي حيل اني حتى وهي المقلوبة صارت جاهزة، بس تركتها شوي تتهدى مشان يطلع الرز مفلفل، ما بيطلع مخبوص ان شاء الله يعني. يعني تطلع معنا قالب كيك هي المقلوبة؟ ايه ان شاء الله. وبعدين رح اقلي اللحمة مباشرة وخلص. يلا ان شاء الله. يلا كثير بسرعة. رجعنا. يلا. ها ما بتعرفي تنشفيها منيح انت. انا ليش؟ بنشفها اكثر هيك. ليك لسه في عليها مي. حطي على لقلبك. فكرة انا وقفتها كرمال لانه انت اجيت يعني، بس طيب ولانه وقفي كنت لقلبك. لسه. شوفي كيف انا بنشفها. طلعي واو، سبتيها شوف. سبتيها. ايه سبتيها. كسرت الدنيا هيك. شوفي افتحيها هلا. واو شفتوه ما ضل ولا نقطة ما يروح من هون مشان ما هلا طلعت.
اجت لحظة الحقيقة دور سامر. يلا رح اقلبها. جاهزة؟ يلا جاهزة. يا بسم رب. الله الرحمن الرحيم. بعد عنا إلينا أهم شيء. ايه بعد بابا لانه بدنا نقلب هلا الطنجره. تعرف انا شو خايفه من هي الصينيه اللي بايدك يمكن ما طب بتزبط ليش مع جبتي هاي المقلوبه. الصينية انت؟ ما عندي وحده مدوره. ضويك وتريني هلا. لا، لا. ضويك وتريني قبل الفطور. يلا بسم الله. 1 ايه 2 3 يلا يا رب. لك للعشرة. يلا اوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حتى لك حتى. لا ما معقول التوتر يعني نحن كأنه. امشي نفتحها. يلا تعالوا نفتحها. امشي نفتحها. ريدي. يا سلام. الحمص بس خلوني بعده هيك شوي اعمل لكم اجواء هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. يا رب تطلع قالب كيك يا رب. طلع قالب كيك يا رب. طلعت قالب كيك؟ طلعت انا كيك. بشري انا مو شايف من عندي. واو. ورجينا واو. سكن الطنجرة. هات لا ما ضل في شيء بندوره. هي طيب هي انا باكلهم هدول انا بحبهم. انتوا شفتوا الادوار اللي عم ناخذها نحن. الواحد له قسم. حطي منه لوز. حطي لها كمان لوز. يلا، لإلينا يلا، لوز. يلا حطي لوز. حطي لوز. هلا دور الينا بدها تحط لنا اللوز. واو. واخيرا يا جماعه صار فطورنا جاهز. صار فينا نروح نفطر لانه امبارح ما تسحرنا. جوعانين كثير. كلهم عرفوا انه امبارح بعد صح. يعني حبينا نشارك معكم يومنا كله. حبينا نشارك معكم كيف نحن بنعمل اكلاتنا. ان شاء الله انتم تكون عجبتكم هي الطريقه. خبرونا اذا انتم هيك بتعملوا المقلوبه كمان ولا. وكمان اعطونا افكار. انتوا على فكره اعطونا افكار شو هن الاكلات حطوا لنا برمضان. كثير بالتعليقات اكلات. ما نحن بلشنا بالمقلوبه هي واحده منهم. واكيد ان شاء الله دائما رح نشارك معكم قد ما نقدر يومياتنا برمضان. وحطوا لنا تعليقات كثير وشاركوا الفيديو لكل الناس. بنحبكم قد الدنيا. يلا باي باي. باي. هاتي نشوف خبرينا شو اللي صار معك. هلا ما بعرف اذا لاحظتوا هلا بخاتمه الفيديو تبعنا كنت مو على بعضي بس حاولت ما اخليكم تلاحظوا. ما سالتوني ليش. طبعا سامر وانا كثير زعلنا مو لشيء لانه هذا عن جد ذكرى زواجنا. ضاع محبسي بقلب الفيديو. انا ليكو هذا اصلا بضل بيتحرك. وكتار منكم قالوا لي ليش تلبسي المحبس باليمين لازم باليسار لانه هو يعني غالبا انه ما بيطلع من اليمين على اساس. فالمهم ضاع محبسي وطلعوا وين لقيته. ما جليت بكفوف بس مشانكم. طبعا خبريه انه بعد الفطور واكلنا وانت ما اكلتي منيح اصلا. ما اكلت منيح سامر. كنتي زعلانه. خلص بكره بجيب لك غيره ومدري شو. قلت له لا انه خلص لانه المحبس الاول بس يضيع تزعلوا. حتى لو الواحد بده يغير لازم ما يروح اول محبس عنده. ليك وين. شوفوا وين بقلب الكف لما كانت حاطه ايدها عم تجلي بقلب الفيديو. احذروا انتم باي مقطع اختفى ما عاد موجود. هن في اثنين فجاه كيف تلبسيهم. هذا لأهن بيعرفوه فيها ليك بس عن جد بيطلع سامر لانه ما بيصير هيك. وهذا ليك وبالكف ما قدرت اطلعه مع انه سامر عن جد انا دورتها بس انت كيف قدرت تلاقي. شفتي شلون لقيت لك يا انا. واخيرا هذا هو لقيته. المهم طلع من الكف ما لزق خطط. وهلا صار فيني لكم وانا مرتاحه. تصبحوا على خير. باي. باي.